السلام عليكم، عامل ايه يا محمد؟ الحمد لله. يعني اخبارك؟ ربنا يحفظك يا رب. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن حاجتين مهمين جدا. لو اصابوا الانسان بيوقفوا مكانه. هتقول لي بيوقفوا ازاي؟ انت هتعرف لما تسمعهم هتعرف انهم بيوقفوا الواحد مكانه، وهما التردد والشك. تمام؟ فانت طبيعي يا محمد، فانت اول ما تسمع كلمه التردد والشك هيخطر في بالك ان هما حاجه واحده. لا، هم مش حاجه واحده خالص. وانا جاي النهارده اعرفك ايه الفرق بينهم وايه اضرارهم وايه المواقف اللي حصلت قبل كده وكانت بدايه تردد وكانت في نهايتها حاجه عظيمه، عشان بس هم اتغلبوا على التردد. تمام؟ فاول حاجه التردد هو انك التردد مش انك تفكر، لا، التفكير حاجه حلوه وحاجه صحيه. اما انك تبقى عارف الصح وما تمشيش فيه، انك تبقى شايف الوضع تمام وفاهمه بس برضه واقف مش عايز تتحرك، هو ده التردد. طب انت هتسالني يا محمد، هل ليه عيوب التردد؟ طبعا التردد اكيد طبعا له عيوب. طبعا له عيوب. العلم مثلا اخر فتره يعني طلع حاجات كتير اضرار للتردد. اهمها دايما تلاقي الشخص المتردد مستنزف دماغيا، يعني كثره التفكير، دايما بيفكر، دايما حذر. فتلاقي التردد او كثره التردد بسبب استنزاف لطاقه الدماغ. تمام؟ بيعمل ضعف ثقه في النفس، فممكن يوصل لدرجه انه يشك في مقدراته، في قدراته يعني. ودي بحد ذاته اللي هو يعني مرحله خطر جدا، انك تبقى عندك شك في نفسك وعندك شك في قدراتك اللي هي البسيطه. فده بيخليه متردد طول الوقت، ان هو مثلا بيفكر في حاجه بس مش عارف يختار ازاي من كتر الشك اللي عنده، طبعا او من كتر التردد بردك اللي عنده. طب تمام، احنا عرفنا التردد. فاضل الشك. الشك. ايه الشك؟ طب صل على النبي، هسألك سؤال. اتفضل. هل الشك كله وحش؟ لا، على حسب. ازاي؟ يعني انا دلوقتي مثلا انا ما ينفعش ان انا اشك في كل الناس، لان انا لو شكيت في كل الناس ده هيعتبر عندي مرض ومش هيخليني عندي ثقه باي حد خالص. لكن في احيانا الشك بيبقى له دور فعال. الشك ان انت مثلا في واحد مش كويس، الشك ان انت حاسس ان في خطر هنا، يبقى انا ما اقربش من الحته دي. احسن. تبقى انت واثق من المكان اللي انت رايح فيه. لكن انا لو شكيت في كل حد، انا هتعامل مع الناس ازاي؟ عارفين ان التعامل مع الناس دي شيء اساسي في المجتمع، لازم. امال هتعامل مع مين؟ ما كده هتعامل مع الناس. فلازم الواحد ما يشكش في كل الناس. انت ذكرت حاجتين حلوين جدا، اللي هي حاجه ايجابيه وحاجه سلبيه. فانا هضيف على كلامك كمان حاجه ايجابيه كمان وحاجه سلبيه. الحاجه الايجابيه في الشك انك هي اللي بتخليك تسال وتبحث. ايه السبب ده ليه ده اتحرك، ليه ده نزل، ليه ده مثلا طلع، فاهم؟ ودي حاجه حلوه. طب الحاجه السلبيه اللي بتمنعك انك تتحرك، يعني دايما بتخليك واقف مكانك. الشك تقعد تشك مثلا ايه، ان الخطوه ديت مش عارف، انا قلقان منها. وسبحان الله دايما الناس المصابه بالشك عمرهم ما شافوا نفسهم مصابين بالداء ده. دايما شايفين نفسهم ان هم مش عندهم شك، عندهم حكمه. هم شايفين ان الشك والخوف والقلق والحاجات دي هم شايفينها في دماغهم ان هي حكمه وحذر، وانا شخص حذر وانا شخص حكيم. لا، دي ما الا يعني خوف مخفي عندك المفروض تتحرر منه. ودليل على ان ده خوف، تلاقي الناس دايما بتنفر منك، انك دايما شخص شكاك، دايما شخص ايه، ما عندكش ثقه في حد. وده صفه سيئه جدا، ان هو للاسف الشديد من كتر ان هو متاكد وواثق ان هو صح عنده هوس ان الناس دي كلها لا ما بيحبوش، الناس دي كلهم بيحقدوا عليه، ما يعترف بغلطه. ما دي المصيبه. الشخص الشكاك ده عمره ما يعترف بغلطه. فلما نرجع لمثال للسيره النبويه، تلاقي موقف عظيم حصل ايام صلح الحديبيه، وان معظم الصحابه كانوا عندهم تردد وقلق في البدايه. طبعا عندهم تردد وقلق ليه؟ عشان الشروط كان ظاهرها بالنسبه لهم صعبه. تمام؟ ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ولاول مره رفض انه يسمع مثلا ايه، يسمع الشورى بتاعتهم. ودي كانت المره الوحيده على فكره اللي ما استشارش فيها الصحابه. صح، احسن. رفض انه يسمع استشارتهم والنبي فضل ثابت وواثق، صلى الله عليه وسلم فضل ثابت وواثق من نفسه وشايف الهدف الكبير. تمام؟ فانتهت ازاي؟ القصه اللي بدات بيه تردد وخوف انتهت بفتح عظيم اللي هو فتح مكه. طبعا. تمام؟ وفي الموقف ده نزلت الايه اللي بتقول ان فتحنا لك فتحا مبينا. فيعني قصه جميله
تعرفك ان التردد احيانا ايه ممكن ياخرك، فانت لازم يبقى عندك ثقه في نفسك وثبات. وعلى فكره صلح الحديبيه ده بس ما كانش حاجه كبيره بقى، ده كمان لما قريش عرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم ان اللي يجي من قريش يسلم يرجع كما كان تاني، الموضوع بالنسبه لهم بقى يعني ما كانش عاجبهم. ليه؟ لان من كتر الموضوع ده لقوا ناس بيجوا على القافل بتاعتهم، فقالوا لا، قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم لا، الشرط خلصت لك، اللي هيجي اسلم عندك يجي، احنا مش هنقعد بقى نتعب نفسنا، لان هم كانوا بيدوروا على الفلوس اكتر ما بيدوروا على الايه؟ على الاصنام. فيعني حتى سبحان الله الموضوع ده كمان خرجوا منه ان بقى العدد الاسلام زاد كتير. ده فتح مكه كان 10000 جندي رايح يفتح مكه، تخيل 10000 اللي هو يعني خلاص بقى. ودي كانت اول مره مكه حد يخشها وما يقدروش يعملوا حاجه. فدي كانت يعني نهايه عظيمه، ليه؟ ان الناس كانت متردده، الصحابه كانوا مترددين، ولكن انتهى بفتح عظيم زي ما انت ما قلت. وده يدل ان احيانا التردد والشك بيوصلوك لحاجه عظيمه في الاخر. فتلاقي العبره من القصه دي ان مش كل حاجه شكلها خساره بتكون خساره في الاخر. انت فاهم؟ يعني مثلا من اضرار الشك والتردد بيخلي الشخص ما عندوش ثقه في نفسه، واحنا قلنا في الاول. فابن القيم قال: من لم يثق في نفسه لم يثق فيه الناس. فانت تلاقي مثلا واحد بيسال نفسه: انا ليه مثلا الناس دي مش واثقه فيا، او ليه مثلا بيدوا او بيعتمدوا على ناس ثانيه، زميلي، صاحبي، مع ان احنا سواسيه كلنا. ليه؟ عشان انت اساسا داخليا انت مش واثق في نفسك. تمام؟ يعني ابن القيم بيقول، انا قلت الحته بتاعت ابن القيم. تمام؟ فتلاقي ان الشخص مش واثق في نفسه، فبالتالي سبحان الله الناس بتحس بيها، بتحس انت لو شخص واثق في نفسك الناس بتثق فيك. هو بيظهر قدام الناس اصلا انه مش واثق من نفسه، بيظهر بيبدا عليه القلق والتوتر. الله ينور عليك. فالموضوع يعني هم الناس اصلا بتعرف هيئه البني ادم مش واثق من نفسه. فانت لازم تكون طبيعيا اساسا واثق من نفسك. انت فاهم؟ هتلاقي تلقائيا والله الناس وثقت فيك. اما انت لما تبقى متردد داخليا او غير واثق في نفسك، هتلاقي الناس بالتالي اساسا غير واثقه فيك. بس كده. فالدراسات اثبتت ان اغلب الناس اللي نجحوا والناس اللي عدوا ما كانوش واثقين 100% من نجاحهم. انت متخيل؟ بس كان عندهم حاجه مش عند اغلب الناس، ان هم كانوا متداخلين وايه، وعندهم المسؤوليه والمقدره ان هم يتحملوا اي حاجه هتحصل. تمام؟ فده حاجه جامده. يعني انت مثلا لو خسرت، هم داخلين وناويين ان لو حاجه حصلت انا ان شاء الله هتحملها. تمام؟ فالغالب دايما ايه، نسبه النجاح تبقى عاليه عندهم. ماشي؟ فالثقه مش انك تغلط، الثقه انك تعرف تتصرف لما تقع في غلط. انت فاهم؟ يعني مثلا برضو من اضرار مرض الشك والتردد، الشخص اللي في الامتحان مثلا، الشخص اللي في الامتحان، يعني انت ممكن تكون مثلا انت عندك ادرى مني يا محمد في حته الناس اللي بتعاني من الشك في الامتحانات، والناس اللي شكيت لك من المشكله دي. فتفضل. مشكله الشك في الامتحانات دي مشكله بقالها سنين. ليه بقى؟ اول حاجه احنا هنقسمها لاسباب. اول سبب النفسي، لان الشك بقى عباره عن ايه؟ على غير واحد نفسيا من جوه هو ما عندوش ثقه. فتلاقي طول الوقت اللي عنده شك في الامتحانات بيفكر زياده كتير، عنده من الاخر كده اوفر ثينكينج، اللي هو الموضوع قدامه بسيط بس هو عايز يعقدها اكتر. تلاقي طول الوقت ما عندوش ثقه بنفسه، يعني ما فيش، هو حاسس ان ما فيش ثقه. لا، الاجابه دي، لا الاجابه دي. في نفس الوقت ودي المصيبه الكبيره، انه عنده ان هو انا عاوز اقفل الامتحان ده، انا عاوز اطلع يبقى انا احسن واحد. انا لازم اقفل في الامتحان ده، السؤال ده صعب يبقى انا الوحيد اللي انا احله، رغم الناس كلها بتشتكي منه. فتلاقي طول الوقت متردد في الاجابه. ده الاسباب النفسيه. الاسباب الدراسيه بقى، السبب الدراسي ان ممكن مثلا الشخص ده مش مذاكر كويس، او ممكن يكون حافظ مش فاهم، او ممكن مثلا يكون يعني بيذاكر شويه وشويه. لا، ده من الاسباب الدراسيه اللي بتاثر عليه. وفي نفس الوقت في اشخاص بيعملوا ايه؟ بيفضلوا قاعدين سهرانين قبل الامتحان، ما بيناموش خالص. بيجي يروح الامتحان بقى، ده بيكون سبب في الشك. طبعا. يعني ما هو انا دلوقتي مثلا واحد مش نايم، يعتبر النوم هو يعني ايه فوائد النوم؟ هو احنا ليه بننام اصلا؟ احنا بننام ليه؟ بننام عشان نخزن، يعني ايه؟ نغذي الذاكره بتاعتنا دي. انت دلوقتي ذاكرت، المفروض المعلومات دي عايزه ايه؟ عايزه تتثبت. هتتثبت لما تنام. لازم تنام عشان المعلومات تتثبت. فانت رايح الامتحان عارف اللي هو انا شفت الحته دي فين؟ لا في حاجه انا حاسس انا قراتها في الصفحه دي، لا انا قراتها في الصفحه دي، ويفضل قاعد بقى متوه نفسه. او الناس اللي ما بتاكلش كويس، الاكل برضك والتغذيه ده دور كبير في الموضوع ده. ليه؟ لان هو العقل عنده مش مركز، في مشكله عنده. ده من الاسباب الدراسيه. نيجي بقى بعد كده لاخر الاسباب، وهي ان احيانا البني ادم اللي هو الشكاك ده بيبقى في نفس الوقت متردد في اي حاجه. يبقى مثلا في الاختياري يبص
هو السؤال ده انا عاملها صح، بس انا حاسس ان هي دي. ويبدا بقى ايه، يقعد يبص الاجابه من كل حته، يقول لك لا 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 اكيد الاجابه دي هي الصح، لا هي دي الصح، ويفضل قاعد ما هو حل الاجابه صح وتروح ايه مغيرها في ثانيه. دي مصيبه ديت. ايه بقى الحل للموضوع ده؟ الحل للموضوع ده ان بيقول لك بالنسبه علميه، انا بتكلم طبعا على الاسئله الاختياري، ان بيقول لك بنسبه كبيره الاجابه اللي انت بتختارها في الاول بتبقى صح. الاجابه اللي انت بتختارها في الاول بتبقى صح. في حاله ايه بقى ممكن تغيرها؟ في حاله ان انت مذاكر كويس وفاهم، واجابتك مغيره على اساس ان انت فاهم كويس ومذاكر، يعني حتى مش مغيرها كده اللي هو ماشي حالك، يعني اللي هو جت معاك كده خلاص. واحيانا برضك عشان برضك نقول الصراحه، بقى في احيانا هوس في اللجان كده، ايه اصوات ناس بتتكلم، تلاقي بقى اللي قاعد بقى ايه ودانه بتكون سبب في الشك. ايوه طبعا، يعني مثلا واحد حل الاجابه، لا 2 3 جنبي كده ايه عمالين يهوسوا بعض الاجابه، راح اقول له الاجابه الغلط، قال لك ما دام الثلاثه قالوها يبقى انا الثاني ايه اكتبها زيه، يعني هو انا اللي هطلع يعني في الاخر. عارف ان حته اللي هو اكتبها زيهم دي ممكن تنطبق تحت شك وتردد ولا عدم الثقه في الناس؟ ايه، ما هو الشك والتردد بيجوا برضك بسبب عدم الثقه في النفس. ما هي المشكله في كده، هو بيبقى قاعد بقى ايه عاوز يسمع، ايوه ده هي دي، يعني هم الثلاثه يبقوا صح وانا الوحيد يعني لا هعملها معاهم يلا، ويطلع في الاخر يلاقي هم غلط وده غلط، ويطلع بقى اول ما يطلع من الامتحان ازاي انا كنت عاملها كده يا ريتني ما غيرتها، ويقعد بقى يخبط على كلامه ويخبط على الحاجه، وتلاقي بص بقى والناس يا ابني بالك يا ابني في ايه، انا كنت عاملها كده بس مش عارف انا غيرتها ليه. فالناس دي يعني في مشكله كبيره عندهم، وتقريبا احنا كلنا عندنا من الموضوع ده، كلنا تقريبا كنا طالعين من الامتحانات وفي نفس الوقت بنطلع بحلين اجابه صح ونروح مغيرينها. ففي النهايه رساله ليك، لو انت متردد قدامك موقف متطلب ثقه في النفس، انت بتعاني مثلا من الشك والتردد، يعني لو عندك اي حاجه مثلا من الاعراض او المشاكل اللي احنا مثلا اتكلمنا عنها ديت، فحلها بسيط جدا. اسال نفسك سؤال واحد بس، هل خوفي ده حقيقي ولا سيناريو دماغي عمله مثلا؟ دماغي عمله بالراحه، يعني احيانا معظم كل الناس بتحاول تعرف سيناريو كده يمنعها ان هي تقوم من على السرير، يمنعها ان هي تدخل تحط ان تبدا في الشغل، يمنعها ان هي تقابل فلان، يمنعها ان هي تروح الجيم. فده سيناريو ممكن دماغك بيكون بيعمله، وفي الاخر بيكون ده كلام وهمي وده تفكير وهمي جدا. فافتكر ان الشك بيشل والتردد بيوقف. واخر حاجه تعملها، حاول ما تخليش الشيطان ياثر عليك طبعا، لان الشيطان هو المصيبه الكبيره في كل اللي بيحصل ده في الاخر. طبعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.